أهلا المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها انتظام حملة الطلاب التنموية من 6 يوليو إلى 15 أغسطس القادم. الاتحاد الوطني للشباب والطلبة يجري تقييما للبرامج المنفذة. إدارة إقليم قاشبركة تكرم أبطال ماراثون أسمرة لعام 2026. اختتام محادثات أمريكا وإيران في الدوحة والتركيز انصب على مضيق هرمز. زعماء الهند واليابان يجرون المحادثات حول الأمن والتجارة في نيودلهي. والناتو يجري مناورات بحرية مشتركة قبالة السواحل الأمريكية. أهلا بكم مشاهدينا. أعلن مدير قسم حملة الطلاب التنموية في وزارة التعليم السيد فتوي ولد قرقيش بأن حملة عام 2026 ستجرى في الفترة من 6 من يوليو إلى 15 أغسطس في 5 أقاليم، وسيعمل أكثر من 300 ألف طالب، تشكل الطالبات 37% منهم، إلى جانب نحو 1000 معلم وخبير زراعي ومنسق ومسعف في 160 نقطة عمل. وذكر بأن حملة الطلاب التنموية لهذا العام ستركز بنسبة 97% على الحفاظ على المياه والتربة والتشجير، في حين تشمل الأنشطة المتبقية أعمال نظافة البيئة وتنظيم الوثائق الحكومية وخدمات السلامة المرورية وصيانة الطرق الترابية وجمع الحجارة لأسوار المدارس وغيرها من المهام. وأوضح أنه من المقرر إعداد أكثر من 1.4 ملايين حفرة وشتلها، وأنشطة واسعة للمدرجات والحواجز المائية والجدران الحجرية. بالإضافة إلى ذلك سيتم تنفيذ أنشطة السلامة المرورية في كل من أسمرة وكرن ومندفرة وبارنتو. وأضاف أن الحملة في إقليم جنوب البحر الأحمر تجرى منذ 8 يونيو الحالي بمشاركة نحو 600 طالب، وضعا في الاعتبار لأوضاع المناخ. وتعد نتائج حملة الطلاب للتنمية التي جرت منذ عام 1994 إلى عام 2025 في مجالات حماية التربة وحفظ المياه والتشجير واعدة ومشجعة على مواصلة العمل. عقد الاتحاد الوطني للشباب والطلاب في 1 يوليو اجتماعا بالعاصمة أسمرة خصص لتقييم أنشطة النصف الأول من عام 2026 ومناقشة آليات تنفيذ برامجه وخططه للفترة المقبلة. واستعرض الاجتماع من خلال التقارير التي قدمها مسؤولو الفروع الإقليمية والإدارات التابعة للمكتب المركزي، استعرض أبرز الأنشطة التي نفذها الاتحاد خلال الأشهر ال6 الماضية، والتي ركزت على تعزيز العمل التنظيمي في إدارات الضواحي والقرى والمؤسسات التعليمية، إلى جانب رفع مستوى الوعي السياسي والتنظيمي لدى الشباب والطلاب وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في مختلف الأنشطة. وأكد الاجتماع أهمية مواصلة تطوير الهيكل التنظيمي للاتحاد على مستوى الإدارات المحلية، والعمل على تنظيم جميع الطلاب ضمن أطر الاتحاد من خلال اختيار ممثلين على مستوى الفصول الدراسية في مختلف المدارس، بما يعزز التواصل والتنظيم والمتابعة. واتفق المشاركون على عدد من الأولويات للفترة المقبلة، من بينها تنظيم برامج تدريبية دورية لرفع كفاءة الكوادر القيادية، وإعداد مواد توعية شهرية، وتوسيع إنشاء الأندية التي تنمي قدرات الشباب الإبداعية وتصقل مواهبهم، إضافة إلى تعزيز مساهمة الشباب العامل وأصحاب الأعمال الخاصة في دعم ومتابعة الطلاب. وفي ختام الاجتماع دعا رئيس الاتحاد الوطني للشباب والطلاب السيد صالح أحمد دين إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد والجهات الحكومية والتنظيمية، لا سيما التعليم، مؤكدا أن الاتحاد يواصل تنفيذ برامج تستهدف إعداد جيل من الشباب والطلاب تتمتع بالتحصيل العلمي والإنتاجية وروح الانتماء الوطني والوعي والرؤية الواسعة للمساهمة في مسيرة التنمية الوطنية. كرمت إدارة إقليم قاشبركة في 1 يوليو الجاري بمدينة بارنتو عددا من رياضيي نادي الإقليم الذين حققوا نتائج متميزة في ماراثون أثمرة لعام 2026 وعدد من المنافسات الرياضية الأخرى. وأكد حاكم إقليم قاشبركة السفير محمود علي حروي في كلمة ألقاها خلال مراسم التكريم أن الإقليم يمتلك طاقات رياضية كبيرة لم تستثمر بالشكل المطلوب حتى الآن، موضحا أن مبادرة الإدارة تهدف إلى رفع معنويات الرياضيين ومعالجة أوجه القصور التي واجهت القطاع الرياضي خلال الفترة الماضية. من جانبه أوضح المدير العام لوزارة الثقافة والرياضة بالإقليم
أوضح المدير العام لمفوضية الثقافة والرياضة بالإقليم السيد إدريس صالح أن برنامج التكريم يأتي ضمن الجهود المتواصلة لتطوير الحركة الرياضية وتعزيزها، داعيا المجتمع ومختلف الجهات المعنية إلى مواصلة دعم الرياضيين. بدوره أشار رئيس اتحاد ألعاب القوى بإقليم القشبركة الأستاذ حيل آبر آية إلى أن النجاحات التي يحققها الرياضيون هي ثمرة جهودهم الشخصية إلى جانب الدعم الذي تقدمه المؤسسات والشركاء، معلنا عن تنفيذ برامج مصح واستكشاف للمواهب الرياضية في جميع المديريات بالإقليم بهدف إعداد جيل جديد من العدائين. وشهدت المناسبة توزيع جوائز مالية على الرياضيين المتفوقين، حيث حصل كل من العداء ناهوم مرمياس والفائز بلقب ماراثون أسمرة للمرة الثالثة، والعداء نازريت ولدو بطلة نصف ماراثون دقة محرية وأسمرة، والعداء المخضرمة راهيل دانييل على 15,000 نقفة لكل منهم، فيما نال المناضل يوناس هايلي صاحب المركز الثاني في سباقات الدراجات الهوائية البار أولمبية جائزة مالية قدرها 2000 نقفة. يذكر أن النسخة السابعة من ماراثون أسمرة 2026 التي أقيمت في 7 من يونيو 2026 شهدت مشاركة عدائين من إريتريا وكينيا وجنوب السودان وأوغندا. نظم الإريتريون المقيمون في الولايات المتحدة واستراليا ونيوزيلندا إلى جانب السويد وقطر سلسلة من الفعاليات الوطنية. ففي السويد عقد فرع حركة الشباب للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة مؤتمره خلال الفترة من 26 إلى 28 من يونيو تحت شعار وحدتنا قوتنا ومشاركتنا مستقبلنا، حيث أكد رئيس المجلس الوطني للحركة السيد فيليمون تخلاي أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز بناء جيل وطني مؤهل، داعيا الشباب إلى الاطلاع بدور ريادي في إنجاز المهام. وتضمن المؤتمر ندوات تناولت موضوعي الإنجازات الاستراتيجية الأساسية للجبهة الشعبية والمهام المرحلية للشباب، إضافة إلى برنامج تدريبي ركز على الإدارة وإعداد المشاريع، كما اختتم بانتخاب مجلس إدارة جديد بعد الاستماع إلى كلمات دعم من ممثلي الهيئات الوطنية والتنظيمات في السويد وأوروبا. وفي جدة نظم فرع الاتحاد الوطني للمرأة مؤتمره الخامس في 25 من يونيو تحت شعار قيامنا حصننا، حيث قدمت رئيسة الفرع الأستاذة نورة الحاج علي تقريرا استعرض أبرز الأنشطة المنفذة وما تحقق من إنجازات إلى جانب التحديات التي واجهت العمل قبل أن ينتخب المشاركون هيئة إدارية جديدة. وفي قطر احتفلت روضة أدالة التابعة للجالية الإريترية بتخريج دفعتها الأولى في 26 من يونيو بحضور سفير دولة إريتريا في قطر السيد علي إبراهيم ومسؤولي الاتحاد الوطني للمرأة وأولياء الأمور وأعضاء الجالية. وفي سياق متصل نظم الإريتريون المقيمون في استراليا ونيوزيلندا برامج لإحياء ذكرى الشهداء تعهدوا خلالها بمواصلة دعم ورعاية أسر الشهداء. ووفقا للمعلومات الواردة بلغت التبرعات التي جمعت في المدن الأسترالية على النحو التالي: ميلبورن 9340 دولارا أستراليا، سيدني 4775 دولارا، هوبارت 1170 دولارا، إدلالد 3065 دولارا، وبيرث 18,540 دولارا. أما في نيوزيلندا فقد تبرع أبناء الجالية في ويلينغتون ب 3960 دولارا نيوزيلنديا وأوكلاند ب 2000 دولار نيوزيلندي. كما تعهد المشاركون بتحمل مسؤولية رعاية 30 أسرة من أسر الشهداء مع تقديم التزام إضافي بتوفير الدعم ل 53 أسرة أخرى. من جهة أخرى نظم أبناء الجالية الإريترية في مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا الأمريكية فعالية لإحياء ذكرى الشهداء، جددوا خلالها التزامهم بالوفاء لتضحيات الشهداء من خلال العمل الوطني والإسهام في رعاية أسرهم. مشاهدينا تحت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، ولكن قبل الختام إليكم أبرز العناوين. حملة الطلاب التنموية تنتظم من 6 من يونيو إلى 15 من أغسطس. الاتحاد الوطني للشباب والطلاب يجري تقييما للبرامج المنفذة. إدارة إقليم القشبركة تكرم أبطال ماراثون أسمرة لعام 2026. اختتام محادثات أمريكا وإيران في الدوحة والتركيز انصب على مضيق هرمز. وزعماء الهند واليابان يجرون محادثات حول الأمن والتجارة في نيودلهي. وناتو يجري مناورات بحرية مشتركة قبالة السواحل الأمريكية.
مشاهدينا انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.